الدنيا فيها جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وضح لنا بقى يا سيدنا الشيخ كده. من لم يدخل جنة الدنيا لن يدخل جنة الآخرة. نعم. ما جنة الدنيا؟ الأنس بالله جل وعلا، الله أكبر. السعادة بالله جل وعلا. نعم. أن تخرج من ضيق الجهل بالله إلى فضاء العلم به، أن تخرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، أن تخرج من نجاسة النفس إلى طهارة القدس. نعم. مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. نعم. قيل لشيخ الإسلام يوم أطيب ما فيها قال ذكر الله والأنس به. نعم. فلا بد أن تدخل جنة الدنيا لتدخل جنة الآخرة. نعم. فأريد أن أبين لإخواني اعمل لدنياك لكن لا تعبد الدنيا، واعلم يقينا أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار المقر. نعم. فخذوا من ممركم لمقركم. نعم. ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسرارك. فلا حرج على الإطلاق أن تعيش في الدنيا وأن يكون قلبك معلقا بالآخرة. نعم. أن تعمل للدنيا وأن تعمل للآخرة. نعم. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم. وما أروع قول علي رضي الله عنه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.